ترتاح، لا تتعب ولا تشقى. والله. حاسلو هو جميل الروح، جميل الأخلاق، يزهي لك بالك، يزرع البهجة في قلوب الكبار والصغار. المتألق الناجح الفنان والممثل القدير إكرام عزوز، هو مولود في 6 فيفري عام 1963 في قبلي، وجاء عمر 6 سنين، وسكن في نهج سيدي تخيل ضربة البي مع عائلته، وقرا في مكتب خربة، وحاسلو هو ولا ولد الربط العربي. عاش عالمه الطفولي عبارة على مسرحية بين أزقة وأنهج المدينة العربي، وما ينساش رباط المصران، وهو يسول ويجول بين نهج الحكام وبين سيدو صورته ونهج الكتاب وغيرهم من الأنهج العزيزة اللي نتذكروها نوستالجي كبيرة لهالأماكن نهج هذه. عبا برشا برشا برشا، سيدي الغنية وكل نهج فيه حكاية وكل نهج فيه رواية. وهو جار الأستاذ بشير خريف وعبد الحميد خريف، وهو ملي صغير يعرف الفنانين ورجال الثقافة في المدينة العربي. هو جار كما قلت لك السي بشير خريف، عنده قصة مع أولاد الخناطقي، هذه حكاية زاد أولاد الخناطقي، عنده ذكريات مع سيسكو، حكايات زاد سيسكو هذا باندي وقتها في المدينة العربي. يا حسرة على هاك الزمان، مشات ناس وجات ناس، والله يرحم هاك الناس. ما ننساوش اللي إكرام عزوز قرأ عند السيد صلاح الدين الجويني مدير المدرسة، وما ينساش زاد سي مطار اللي علمه المسرح، و مش علمه، هو شاركوا في مسرحية مدرسية يدور موضوعها حول محاكمة أولاد الخناطقي. حكاية هذه أولاد الخناطقي حتى يجي الوقت ونحكيو عليها. قام إكرام تشخيص دور لا ينساه أبدا وهو في السادسة ابتدائي، سيزيام اني سكوندير. لا ابتدائي. ابتدائي مشى للسكوندير، مشى خاطر بعد جاتني السكوندير، مشى قرا في الصدقية عند الأستاذ نور الدين العنابي، ومن بعد عمل دروا في الكامبوس. وكل هذا ما خلاش يبعد عن المسرح والتمثيل، هو فنان للنخاع. شارك في المسرح المدرسي مع حمادي المزي، كما التحق فرقة الأمل للمسرح بنهج جامعة الزيتونة مع الأستاذ عبد المجيد بوديدة. وفي عام 1985 دخل سي أكرام عزوز الفرقة البلدية، فرقة مدينة تونس، وقابل وقتها كبار الساحة المسرحية التونسية مثل منى نور الدين قصباوي، وفاء سالم، نرجس عطية، الهادي السملالي، محي الدين مراد، عزة بولابيار وغيرهم. و وما ننساوش رحلته مع المخرج الكبير عز الدين قنون. عز الدين قنون شارك معه في العديد من المسرحيات كما قمر طاح وكما المصعد، ودار معه العالم من افريقيا لاوروبا. كرام عزوز دار ما شاء الله، عمل برشا اماكن في الاداره. عمل اول حاجه عمل مدير مساعد في ابن رشيق، شغل برشا مناصب، مدير دار ثقافة، مدير مساعد في دار ثقافة ابن رشيق، ثم إدارة دار ثقافة بحي الطيران، وبعد متصرف فرقة مدينة تونس، إدارة فضاء بالأحجار، رئاسة مهرجان نابل الدولي، وإقامة المهرجان الدولي للمونودراما، ووصولا للمسرح البلدي مسرح مدينة تونس اللي هو كان المدير متاعها، وقعد يخدم في المسرح البلدي حتى التقاعد. شارك في العديد من المسرحيات في فرقة مدينة تونس ناجحة مثل على شط بحر الهواء، ياسمين الماريشال، وشارك وقام بإنتاج العديد من المسرحيات في القطاع الخاص مثل ديما نضحك، ديما زاهي، جعفرية، ورثة، صبر حدود، جيبوا لي بوه، مافيا. كما قال زاد سي إكرام أنه قام بإخراج العديد من المسرحيات كما نحبك يا بوب، جن محبة، إيجا وحدك، كبار الحومة، ميرسي الدنيا، ليلة العمر، ودار لهنا الكوثر الباردي كان هو المخرج متاعها. سينما أيضا عنده نصيب فيها، شارك في العديد من الأفلام التونسية والأجنبية كما آخر ديسمبر، موسم الرجال، باب الفلة، كاتب عمومي، صحراء النار، سان بيترو مع عمر الشريف. التلفزة كذلك ما شاء الله، هو من
من عملوا السيت كوم الاولانيين في قناه 21، وكان وقتها سلسله عم فرج قداش مني اللي لقات نجاح باهر في جزئين. ثم سلسلة عند عزيز، شوف لي حل، دار الخلاع، و وصولا إلى العمل المغاربي وهو سيت كوم فندق المغرب العربي. شارك في الكثير والكثير من المسلسلات التونسية والعربية، ومن بينهم نذكر زنقة الربيع ليبي، سليمان الباروني ليبي، فرقة 27 تونسي، أقفاص بلا طيور، وغيرها من المسلسلات التونسية. مسيرة زاخرة بالأعمال الفنية والمشاغل الإدارية، ولكن يبقى المسرح مهدة، روحه، حياته، يموت على المسرح، ما ينجمش يسنن في المسرح. أبو الفنون هو مغروم ياسر بنوعية الفودفيل، خاصة مغروم ياسر بالفودفيل. يقول قايل علاش مغروم بالفودفيل وهو ممثل، يعني يجم يمثل أنواع وأنماط عدة. لا يقول إكرام، يقول أنا محب لهذه النوعية، محب لإضحاك الناس والترفيه عنهم. كما قلنا احنا في البداية، وكما قال إكرام عزوز، الحياة متعبة ومتعبة جدا، فالفلسفة في الحياة انك تكون مفيد للعباد، وهو جامع بين الفن والترفيه. شكرا لك محمد سعيد، جبت لي أعز أصدقائي، من أعز أصدقائي إكرام عزوز، وقديش نحبه. هو معنا يظهر لي على التليفون معز خياتي. ألو، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالحبيب. ومحلى لمتكم ومحلى حديثكم، ويسعدني التاريخ هذا الخاص نتاعي أنه يتذكر على صوت معناها ولسان أصدقائي اللي تجمعني بهم عدة محطات، وهو يسمي العمل وأنا أقول هذا في محمد سعيد. ذكريات تربطك بيهم الأعمال، ثم ورا متعة العمل مع بعض في عمل فني أيضا درجة أخرى كبيرة ما يعرفوش برشا ناس، معناها ديما بالنسبة لهم فنانين شيخين وواحد ما يعرفوش معناها جري والهيب من ذهيبة البنزر، وساعات تعمل 8 سوايع و10 سوايع باش تتوجد في فضاء تمتع فيه الجمهور ويهون عليك التعب هذاك الكل. بصراحة مهنة متعبة لكنها جميلة وجميلة جدا. وكما يسألوا ساعات يقول تحبش تعاود مسار آخر، نقول لهم نعاود كان اللي عملته وأنا سعيد باللي عملته. أي وتزيد عليه. ما زالت الدنيا ما زلنا نعملوا في جولة دمية العم عياد اللي هي عمل موجه للأبطال، وكنا في توزر وكنا في حزوة وكنا في دندان وسيدي حسين السجومي. محلاها الدورة. وإن شاء الله نهار 4 هدايا باش يكون لنا لقاء جميل جدا مع مهرجان قاعد يعمل في نجاحات كبيرة اللي هو مهرجان هرقلة الصيفي، باش يكون بمسرحية مافيا، مهرجان سيدي سعيد. من الكاستينج نتاعها معاكم على معناها في الراديو محلاهم، مها ستور ومحمد سعيد، الرائعة عزيزة بولابيار، العائدة بعد معناها وعكة صحية، الأخت العزيزة اللي نتمنى لها الشفاء إن شاء الله كما عايدة فارح، النشاط عايدة فارح، أنور نصر أحسن من يقلد معناها الشخصيات الخليجية اكتشفوها ضامرة وحلوة، والعصفور ومجدي محجوبي أيضا اللي هو معناها نوصي فيه زوجتي عليه، فبالتالي يلزمني حتى في الراديو نوصي عليه رغم زوالي. راهي مسرحية تعالج مشكلة وآفة قاعدين توا عاملين عليها حملة وطنية كبيرة اللي هي المخدرات. أي نعم. لكن الطرح كان بأسلوب كوميدي وضامر بنص وإخراج أخونا نور الدين العياري. معناها مسرحية معناها كاملة، ما هيش وان مان شو، ما هيش مسرحية بلمة نتاع فنانين بالكباري هذا. يجاو يا اهالينا في هرقله ان شاء الله عروضنا الجايه اللي باش تكون فينا بلو في بالك. الوقت وقتاش في هرقله؟ في هرقله ان شاء الله سهره ليليه معناها بعد 9:30
يجيو الفضاء تلقاونا غادي. هكا هاو مرحبا باللي باش يجينا وباش يلتحق بينا بالكل. وانت يا اكرام قداش نحبوك وراهو نتوحشوك حتى لو كان كل يوم نراوك راه نتوحشوك ونحبوك برشا برشا. يفضلكم وتحيه لجميع المستمعين وما تفلتوش اللقاء الجميل اللي فيه ناس تحب تفيد وتحب تقول حاجات حلوه وياسر تخدم على الجانب النفسي نتاع المستمعين والحكايات هذا. ان شاء الله موفقين وان شاء الله ديما متألقين. وتحيه ليكم وللتقنيين في الاذاعه. شكرا ليك باباي. الفن محمد جموسي.